السلام عليكم، صباح الخير بس مزيان، نتمنى أموركم تكون بخير وعلى خير. فبطبيعة الحال معكم محمد النهار، فرصة سعيدة أن نتواصل معكم. بطبيعة الحال غنناقشو مجموعة من المواضيع، مجموعة من الأفكار، مجموعة من المعلومات، وغنشرحو هداك الشي بخوشيبات ملموسة جميع المعطيات والمعلومات سواء المحلية سواء الدولية سواء العمومية. فبطبيعة الحال فرصة سعيدة وفرصة جميلة أن نتواصل معكم، وفرصة جميلة أنني نبارطاجي معكم مجموعة من المعلومات مجموعة من المعارف، وفرصة سعيدة أنكم نتوما أنكم تعطوني الأسئلة ديالكم، تعطوني المعلومات ديالكم، تعطوني المعارف ديالكم، والمواضيع اللي ممكن أن نناقشوها، المواضيع اللي ممكن أن نناقشو فيها، ممكن أن نديرو التحليل ديالها، ممكن أننا نبثها وناخدوها من حيث التدبير والتدبير. المهم اليوم غنناقش معكم واحد الموضوع أساسي يثير النقاش، هو لا يثير النقاش، هو يثير النقاش بطبيعة الحال، صراحة يثير النقاش من جميع الزوايا بطبيعة الحال، هو القانون الضريبي في المغرب. أول حاجة بغينا نعرفو شنو هو القانون الضريبي في المغرب. شنو هو القانون الضريبي في المغرب؟ حسب القانون هو مجموعة من القوانين تضم فرض الضرائب. أشنو هما هاد الضرائب هادي؟ من حيث البيع، من حيث التحصيل، من حيث المنازعات، ياك؟ والمرجع الأساسي ديال هاد القواعد هي المدونة العامة للضرائب. واش تم التحيين ديالها، واش تم التصياغة ديالها، بطبيعة الحال تم تحيينها عبر قانون المالية. تم تحيين بطبيعة الحال المدونة العامة للضرائب عبر قانون المالية، ياك؟ وتم إضافة شنو هو المسائل اللي تم إضافة النصوص، تم إضافة النصوص الخاصة بالجناية المحلية والإصلاح الضريبي. وفين تمت نشر هذه المسائل التي تم الاستشهاد بها في وزارة الاقتصاد والمالية، نسخة المدونة العامة للضرائب 2026. هذا هو العنوان اللي تم الخروج به، وتم تصدر، يعني ما تمش النشر ديالها في وزارة الاقتصاد والمالية، وصدر قانون المالية سنة 2026 وبالجريدة الرسمية سنة في 2025. باش نكونوا واضحين هاد المسألة هادي. يعني عطينا واحد القانون الضريبي هادي القواعد ديالو، عطينا المرجع ديالو، وعطينا بأنه تم التحيين، وعطينا بأن تم الإضافة، وعطينا من الطريقة، يعني المسائل فيه تنشر، يعني تنشر في وزارة الاقتصاد والمالية، وتنشر في قانون المالية ديال 2026 اللي تم التشريع ديالو في البرلمان. هذه أول حاجة سدينا كذا. شنو هو الضرائب وشنو هو النظام الضريبي؟ أنا كنعرف بغيت نعرف شنو هو النظام الضريبي، شنو المعنى ديالو، وكنسمع بأن هي التي. أول حاجة ملي كنقولو الضريبة على الشركات كنقولو اس، وممكن نقول الضريبة على الدخل اللي مثل الموظف المستخدمين. ملي كنقولو التدبير كنقولو الضريبة على القيمة المضافة. مفهمتش ماشي مشكل. يعني في هاد الحالة هادي إمتى فين كتمثل الضريبة على الشركات، وفين كتمثل الضريبة على الدخل، وفين كتمثل الضريبة على القيمة المضافة. ملي كنقولو الضريبة على الشركات إمتى كتطبق على الحواصل والأرباح، بطبيعة الحال الحواصل والأرباح، ياك؟ والمدخولات ديال الشركة بطبيعة الحال. ملي كنقول اللي هنا هذه الضريبة عندها علاقة بالضريبة على الدخل، يعني على دخول وآباء الأشخاص الطبيعيين وبعض الأشخاص المعنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات، غير خاضعين للضريبة على الشركات. ملي كنقولو التبعية ولا القيمة المضافة في هاد الحالة هادي عندها عفوا عندها علاقة برقم المعاملات. هذاك رقم المعاملات فين كيتمثل، ولكن فين كيتعطى على حساب رقم المعاملات. هنا كتكون التبعية داخلة في المسألة هادي. وما ننساوش بأن التبعية يعني القيمة المضافة داخل فيها واجبات ورسوم أخرى، بحال هاد الرسوم، واجبات التسجيل والتندم وضرائب ورسوم أخرى منصوص عليها بطبيعة الحال بكل بساطة في المدونة. هذا مع القضية ديال النظام الضريبي المغربي بالنسبة للضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة. غالبا كاين واحد التدبير آخر ولا واحد النظام آخر اللي هو مؤسساتي، فين كاين هاد العلاقة هادي، فين كاين هاد النظام هذا. يعني الإشراف فين كيتم
تشرف عليه أساسا المدير العام للضرائب فيما يخص تنفيذ السياسة الجبائية. اللي كيقوم بتنفيذ السياسة الجبائية راه هي المديرية العامة للضرائب. شكون اللي معاها عاوتاني؟ معاها الخزينة العامة للمملكة وإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة. فين كتمثل هاد التنفيذ هذا؟ فين كيتمثل؟ في مجالات الوعاء والتحصيل ونوع الرسم أو الضريبة. واش بغيت نعرف واحد القضية أساسية مهمة. المعلومة الأساسية هو أن تؤكد وزارة الاقتصاد هنا لأن هذه المديرية الثلاث اللي ذكرناها الثلاث اللي هي مدير العام للضرائب، الخزينة العامة للمملكة، وإدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة، هي الفعال الإداري المركزي في مجال الجبايات والضرائب. أمور واضحة، أمور واضحة. وكان واحد القانون تم الإصلاح. إمتى تم الإصلاح؟ بالنسبة اللي تم الإصلاح والتعيين بطريقة مباشرة أو بطريقة مبسطة أو بطريقة تعيين مضمن. هو في الإطار، هو القانون الإطار رقم 66/19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الصادر بتنفيذه الضريبة الشريف. إمتى تم هاد الضريبة هادي؟ في 26 يوليو 2021. هاد القانون هذا شنو المبتغى ديالو؟ وضع الخطوط العريضة والإصلاح. وضع الخطوط العريضة للإصلاح. علاش ركزنا شنو هو المضمون ديال الإصلاح؟ أول حاجة تبسيط النظام الجبائي، تعزيز الشفافية والأمن القانوني، وتحييد وتحديد جبايات الجماعات الترابية التدريجية. هذه المسألة التدريجية هذه وقفوا عليها مزيان. هذه أساسية مهمة. كيفاش؟ تحديد الجبايات الجماعات الترابية تدريجيا وليس على الإطلاق ولكن تدريجيا. حيت علاش؟ هنا غندخلو واحد المسألة أساسية مهمة، هو من غندخلو الجبايات المحلية. أول حاجة الجبايات المحلية ما كتخضعش للمدونة العامة للضرائب. الجبايات المحلية ما كتخضعش. الرقم الآخر اللي هو رقم 47/06 المتعلق بجبايات الجماعات، عندها علاقة الجماعات بجبايات الجماعات الترابية. وآخر تعديل تم آخر تعديل هو الرقم القانون ديالو هو رقم 14/25 الصادر بتنفيذ 6/2025. في هاد الحالة هادي شكون اللي المتدخل؟ شكون هو المتدخل؟ كاين واحد المعلومة أساسية مهمة، هو الخزينة العامة للمملكة تم اعتماد الحال على الأداء الإلكتروني. شنو هو هذا الأداء الإلكتروني؟ تم اعتماده لبعض الرسوم، ماشي كاع الرسوم. بالنسبة للأداء الإلكتروني هو رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني. هذه المسألة الأساسية اللي غنحاول نركزو عليها، والمسائل الأساسية اللي غنحاول التحليل ديالها. أنا عطيتكم واحد المعلومات أساسية ومهمة اللي على مستوى الشمول، على مستوى المعلومات العامة بالنسبة للقانون الضريبي، وشنو هو القوانين، وشنو هو الإيجابي وشنو هو السلبي، شنو هو القضية التشريعية، شنو هو القضية ديال بأن الجبهات المحلية ما عندهاش علاقة مع المدونة، وبأن هذه بداية. ومازال إن شاء الله بحال العزيز غنتم التفصيل ديالها. نخليكم بطبيعة الحال أنكم باش تكون مسائل واضحة. هذه المعلومة دي أول معلومة إن شاء الله، وجايين بمجموعة من المعلومات إن شاء الله بحول عز وجل. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم. بطبيعة الحال كاين فيديو تاني اللي غنفسرو فيه ونوضحو فيه باش تكون عارف شنو هي الضريبة، شنو هو الضرائب، شنو هو أهمية الضرائب، شنو هو الجبايات المحلية، شنو هو الجبايات، شنو هو الجباية بشكل عام. يعني بطبيعة الحال عطينا واحد المقدمة، عطينا واحد العرض. إن شاء الله غنحاولو أننا ننطلقو مجموعة من المواضيع، ننطلقو مجموعة من الأفكار، مجموعة من المعلومات والمقترحات ديالكم على أساس أننا نزيدو نطورو، نزيدو يعني نديرو التحليل، ونزيدو نديرو البساطة من حيث التعبير باش الأمور تكون واضحة. بطبيعة الحال دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم. بطبيعة الحال نتمنى أن أموركم تكون بخير وعلى خير، ونتمنى أن أموركم تكون مزيانة. وإن شاء الله هذا الموضوع الأول ديال القانون الضريبي بشكل عام. وبطبيعة الحال
نتمنى أن الأمور تكون واضحة، وأي استفسار أي معلومة في هذا الحال ممكن أنكم تخلوا في تعليق. ومرحبا، الله يسخركم.